بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في سورة الأحقاف التي ترتيبها 46 في الآية رقم 15: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. النهاردة هنتكلم على العدد 30 شهرا. والعدد 30 ذكر في القرآن الكريم أو كرر في القرآن الكريم في أو مرتين في سورتين: سورة الأحقاف 46، وفي سورة الأعراف التي ترتيبها رقم 7: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10. لما نيجي نشوف العدد 30 نلاقي القرآن 30 جزء، وعدد أيام الشهر 30 يوم، وعدد الأرقام التي ذكرت في القرآن الكريم 30 رقم. أزود أنا بقى 30، وبنعمل 30 ضغطة صدرية في حالات السكتات القلبية لما بنيجي نعمل إيه؟ إنعاش قلب رئوي. ما تنساهاش، 30 جزء للقرآن، 30 يوم في الشهر، 30 رقم ذكر في القرآن الكريم، 30 ضغطة صدرية لما بنعمل CPR أو الإنعاش القلب الرئوي. طب ما تيجي نبص بقى نشوف الآية رقم 15 في السورة رقم 46. ال46 كروموسوم بتوع الإنسان اللي بيتخلق منهم الإنسان. كروموسومات الإنسان 46، وال51 هي عكس ال15. يعني ال15 لما نيجي نعكسها تبقى 51، وال51 17 في 3. وال17 ايه هما؟ ال17 ركعة اللي احنا بنصليهم كل يوم في 3. بتركع مرة تسجد مرتين، يبقى كده ال51. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الآية دي رقم 56 في سورة القصص اللي ترتيبها 28. أنا عايز أربط لك بس ال56 دي 6 في 5 ب30، وال56 لو حولناها الكود كلمة هنلاقي كلمة الدم 56. ال46 كروموسوم اللي في سورة الأحقاف. الأحقاف لما تيجي تحولها الكود تلاقيها 73، و73 تساوي ألف لام لام ه الله يساوي 73 الكود. طب ايه الربط؟ لما تيجي تشوف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، من أعظم الآيات في القرآن الكريم. ربنا بيوصينا
بالوالدين. الوالدين اللي هم اجتمعا وكان الصلة بينهما الدم 56. ولما نيجي نشوف بقى 30 شهر وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 في شهر، هي السنة فيها كام شهر؟ 12. 30 في 12 بيساوي 360، وال 360 هو محيط الكرة الأرضية، وال 360 هي 90 في 4 كمان، وهي 60 في 6. ولما نيجي نبص نلاقي ال 30 مرتين يعني 60، 30 في 2 ب 60، وال 60 الدقيقة فيها 60 ثانية، الساعة فيها 60 دقيقة. عشان ايه؟ تتذكر ان انت تبقى بار بوالديك، ووصينا الانسان بوالديه احسانا. ال 24 ساعة تحسن ليهم. عقوق الوالدين واللي احنا بنشوفه الايام دي، ربنا يرحمنا برحمته. ربنا بيقول ووصينا الانسان بوالديه احسانا. سبحانك يا رب. ما تنساش ان ال30 ذكر وكرر في القرآن مرتين. وما تنساش ان ال30 هم 30 جزء للقرآن الكريم، وال30 يوم في الشهر 30 رقم الذين ذكروا في القرآن الكريم، وال30 ضغطة صدرية. ناخد المعلومة الطبية بتاعت النهاردة وهنتكلم على حاجة مهمة جدا، وهي ازاي تقيس نسبة الحروق. لأن اللي بنشوفه في الحروق ده حاجات غريبة، بدع. أي حد يجيله حرق أو يحصل له حرق، اوعى لا تحط بقى معجون سنان، ولا تجيب طماطمايه، ولا تجيب بياض بيض. وانت هتعمل اومليت ولا ايه؟ ولا الكلام ده كله. ميه، يا ميه من الحنفيه، ميه ساقعه او تلج. واوعى لما يكون في بربيئه كده او فوقفيئه بتحصل بتتنفخ، اوعى تفضيها، سيبها زي ما هي. طب انت بقى عايز دلوقتي تعمل او تقيس النسبة، هنطبق قاعدة ال9. ايه قاعدة ال9؟ الراس 9، كل ايد 9، ورا وقدام، وبرضه ورا وقدام، كلها على بعضها محيطها 9. صدرك من قدام 9، صدرك من ورا 9 مكانه ورا، البطن 9 وورا 9، كل رجل من الرجلين 9 قدام و9 ورا، هيبقى فاضل 1. الواحد ده اللي هو الجينيتاليا او المنطقة الحساسة دي ب1. يعني انت حتى ما بتقسم الحروق في جسم الانسان قاعدة 9 في 11 ب99، ويتبقى الواحد اللي هي منطقة ايه؟ المنطقة التناسلية. وزي ما قلت لك، اوعى تحط معجون سنان ولا بيض ولا الحاجات البدع اللي بنعملها. ميه حطه تحت الحنفية، حط عليه ميه او تلج بس. القاكم على خير في حلقة بكرة، والرقم اللي جاي 40 تكملة ال30. القاكم على خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.